اوكي باركس نحج قا مقصلتا نايتا حقتات قسي نرين صنحنين قبلالي مقصلتا ناتي بزعبه حقتات قسي قدمنا 4 حقتات رينا صنحنا حج قا كم حمشاي شدشاي شوعين دابلنا هنكيدينا كم قداميت حيزنا يزلنا ناي ابزال سنزيا. If there are two nouns which are synonymous within a sentence, it should be followed with a singular verb. For example, his pair and might is huge. Okay, انتهى تفلنا دلا بزا أبنت زيان أبزا حق زيان كلتا noun وينكا synonymous كلتا noun أب حاجة ملا حساب دلينا غلق ذي synonymous إلنا نزوها كلتا مالت synonymous كلتا synonymous أب حاجة sentence كلتا noun اندحر دا خلينا اتقطيلو زمت قسي ناتنا ويون تمت verb ناتنا singular كون على كل قسي بإنجليش مالتي نعبنت لنا his pair and might is huge نبلع لنا حيلي منالبات أبزي حجي بزعبا انتينا نتقام لنا his سالسي أكلو سيدنا لنا power and كمل لاقبينا تتقامنا لنا might بجي power and might are the two nouns كلتين noun زين كلتين noun سلزي انتي تتقامنا لنا أبناتنا قسي huge عبي تتقامنا لنا مالتي اوكي كم كاليت أبنت نريا كل جزء اندحر دقا ناتنا سم درب تخينو كل جزء درب قسي يوسد plural nouns on their own will use a plural verb. For example, his shoes are too big. انت وسيدنا لنا بزي plural. So plural nouns always uses a plural verb. كل جزء درب سم دحر دا أهلنا درب قسي نوسد مالتي جنكا. However, if the plural noun is preceded by the word of a pair of, then a singular verb is required. Okay, كل جزء ناتنا plural noun إلنا نزوع زلنا تدرب سمنا ب a pair of تبل حرق انت دا أتسنيو هاليوغن كل جزء singular verb نوسد مالتي pair of تبل حرق انت حرق أتسنيو هاليو مالتي a pair of shoes جي ناتنا ناون بمنتاي تسني له a pair of بتبل حرق مالتي بتصمدي جامع pair of shoes is quite expensive تصمدي جامع كل جزء كبور إيو نبلع لنا مالتي أوكي كم سالسيتي نوسدا أبنت if the noun is uncountable then a singular verb should always follow it. For example, the poetry that he writes is very romantic. كل جزء دي كتشارو أسمات ويون كن قطرهم دي معكان زي بلهم أسمات انت لأخوينهم كل جزء نتل قسي يوسدو مالتي. The poetry حجي قطم حجي معطارية بلهم. So that's why he writes is very romantic. مقطار سلا زي بلو انتاي وسيدو جلو singular verb وسيدو له مالتي. Okay. كم رابعة نرئة when a collective noun is referring to a single entity, it should use a singular verb. For example, the military is very strict. However, if it is being used to refer to an individual, then a plural verb should be used. For example, okay. كم سالسيتي ويون كما مودعتا نرئة أكبات اسمات كل جزء نتل ويون أكبات اسمات ويون نتل تكالات فابريكاتات كخوني خيليو استفل على أكبات
أسمات كل جزء نتل جسي يوسد يهون مبار نتل جسي أسمات عند حرد عزو كل كوينو زاد أقل نتدا كوينو درب جسي يوسد مالتي نابنت علينا The military is very strict نبلالنا أجي أبزياء انت اينا إلنا بكوبات أسمات أوكي بكوبات أسمات كل جزينا من تايم ريفر دقابو single entity نحدا نتسل ملالي زلو مالتي سلازي اتي ميليتاري بتعم ستريكتيف ويبون بتعم حيالي ونبلالنا بزعبا ميليتاري نزارب لنا كنكا بزعبا ستريكتنس وخا نزارب لنا مالتي however if it's being used to refer to an individual then a plural verb should be used كل جزي بزعبا plural نزارب تدخلينا جن بزعبا درب قسي نوسد مالتي بزعبا نابنت أبزي عابنت كبكم sorry أبزي عابنت علتني The military are requesting a new members هجي is a military collective noun يا نمانيا followed together دلا new member هدي كل جزء انتينا حنبلتن هنا نتل انت داخل نوصل كوينا كل جزء كوبات أسمات كل جزء أبزخون درب انت إذا بحالك درب قصة نوصل نكلنا كل جزء اتي أسماتنا نتل كخون على سمنا نتل كخون على مالتي